عملت استطلاع رأي وسألتكم عايزين الفيديو الجاي يكون عن ايه، وبالنسبة الساحقة 80% منكم صوتوا ان الفيديو الجاي يكون عن البوكو اف 6 ضد الريدمي نوت 13 برو بلس. فبسرعة عملت المقارنة واللي شفته صدمني، نتائج غير متوقعة تماما خصوصا جزئية الكاميرات. انا اتصدمت. فما تنساش تعمل لايك جامد دلوقتي لان دي اهم حاجة بتساعد الفيديو وكتير منكم بينساها. ومن غير ما نضيع وقت في كلام كتير يلا بينا. في البداية كده حابب اهنيكم بمناسبة عيد الاضحى، كل عام وانتم بخير يا رب، ويا ريت ما تنسوش اخواتكم من الدعاء، ربنا معاهم وينصرهم ان شاء الله. تعالوا نبدا بالشاشات لان فيهم حاجه مهمه جدا عايز اقول لكم عليها. الشاشتين اللي هنا هم نفس الشاشات اللي احنا متعودين عليهم من شاومي، الشاشات المميزه جدا اللي فيهم كل المواصفات اللي انت محتاجها، اللي بيجوا من نوع اموليد بحجم 6.67 انش، اللي بيدعموا عرض 68 مليار لون مع 120 هرتز مع دعم وضع الاتش دي ار 10 بلس والدولبي فيجن. الشاشات دي بيجوا بكثافه بكسلات ممتازه 446 بكسل لكل انش بابعاد 1220 في 2712 بكسل، يعني ده تقريبا كده بتتكلم في جوده عرض 1.5 كي. طلعنا فوق شويه عن الفول اتش دي بلس بس ما قربناش لل 2 كي. الفرق الوحيد ما بين الشاشتين دول ان البوكو اف 6 بيجي بمعدل سطوع 2400 شمعه، بينما الريدمي نوت 13 برو بلس بيجي بمعدل سطوع 1800 شمعه بس تقريبا مفيش فرق ما بين الشاشتين حتى في نسبه السطوع. الفرق الجامد اللي لاحظته هو فرق الدقه ما بين شاشه البوكو اف 6 والريدمي نوت 13 برو بلس. لما بتحط الشاشتين جنب بعض بتصدم من الدقه. شوف هنا طريقه عرض الالوان وكواليتي الفيديو اللي شغال على الريدمي نوت 13 برو بلس، وبص عليه على البوكو اف 6 مع ان هما تقريبا نفس المواصفات، بس الفيديو المعروض على الريدمي نوت 13 برو بلس احسن بكتير. مش عارف الفرق اللي ما بينهم ده من ايه، ممكن تكون شاومي حاطه في النوت 13 برو بلس حاجه تعزز كواليتي الفيديو اللي معروض فيه، بس الفرق ما بينهم طبعا نقطه الشاشه اللي هياخدها هو الريدمي نوت 13 برو بلس. تعالوا بقى نتكلم عن التصميم. البوكو اف 6 بيجي بتصميم بلاستيكي بالكامل، الفريم من البلاستيك والظهر من البلاستيك، كل حاجه فيه من البلاستيك، ووزنه خفيف نسبيا تقريبا 180 جرام. اما الريدمي نوت 13 برو بلس في منه اصدارين، اصدار بيجي بظهر من الجلد وده تقريبا اشيك واحد فيهم، والنسخه الثانيه بتيجي بظهر من الازاز. اما الفريم فهو من البلاستيك. وبالنسبه للناس اللي كانت بتقول لي لا الفريم اللي في النوت 13 برو بلس من المعدن، لا هو من البلاستيك. حتى اسمع كده معايا. First, the frame, it's plastic. As for the frame, it is plastic for sure. I would have liked if Redmi had also included an aluminium frame here, but because of plastic. فخلاص فرغنا من النقطه دي، الفريم اللي في النوت 13 برو بلس من البلاستيك. فده يقف على اختيارك انت بقى، هل انت بتحب الظهر الجلد، بتحب الظهر الازاز، بتحب الجهاز يكون من البلاستيك. بس اللي يفرق الجهازين عن بعض في نقطه التصميم ان النوت 13 برو بلس بيجي معاه شهاده مقاومه للميه اي بي 68، ودي بتضمن ان الجهاز ممكن يقعد تحت عمق متر ونص لمده نص ساعه تحت الميه. البوكو اف 6 معاه شهاده مقاومه للميه بس اي بي 64، ودي ضد طرطشه الميه او البقع الخفيفه، او لو الجهاز وقع في الميه وطلعته بسرعه. فبيتهيألي بسبب الاي بي ريتنج الاعلى برضه الريدمي نوت 13 برو بلس هو اللي هياخد نقطه التصميم. تعالوا بقى ندخل على الاسطوره في الجهازين دول اللي كانوا طفره في الفئه المتوسطه، وهو الاداء. شاومي استخدمت في الريدمي نوت 13 برو بلس معالج من ميديا تك وهو الدايمينستي 7200 الترا اللي بتقنيه تصنيع 4 نانومتر مع المعالج الرسومي مالي جي 610. المعالج ده كويس جدا كالعاب، يعني لو عايز تلعب على الجهاز ده فانت هتلعب. اما البوكو اف 6 واللي حصل فيه طفره ويعتبر دلوقتي اعلى اداء في الفئه السعريه دي، اللي جايبه معالج من شركه كوالكوم سناب دراجون 8 اس جين 3 بتقنيه تصنيع 4 نانومتر مع معالج رسومي ادرينو 735. يا الله على قوه المعالج ده، انا مش محتاج اتكلم. لو هنتكلم بفرق ما بينه وما بين الريدمي نوت 13 برو بلس فهو بيديك ضعف الاداء تقريبا، معالج اقوى بنسبه 105% كمان. يعني حتى لما كنا عملنا المقارنه اللي فاتت ما بين البوكو اف 6 والبوكو اكس 6 برو كان في على الاقل منافسه، المنافسه هنا يعتبر منعدمه. البوكو اف 6 اكتسح الريدمي نوت 13 برو بلس، حتى ده بيبان على نقاط انتوتو. الريدمي نوت 13 برو بلس محقق 700,000 نقطه، البوكو اف 6 1,400,000 نقطه، حتى قرب يوصل على المليون ونص كمان. وكاستخدام يومي وفتح تطبيقات والعاب، لا فكل النقاط دي رايحه ناحيه البوكو اف 6. خلي بالك ده ما يعيبش في المعالج اللي موجود في الريدمي نوت 13 برو بلس، هو معالج كويس وحتى للالعاب كمان هيديك اداء متوسط. بس لو انت جيمر وبتدور على الفريمات الزياده سلاسه اكتر في الالعاب، لا فالبوكو اف 6 هو الجهاز بتاعك. الريدمي نوت 13 برو بلس اول ما نزل كان بيجي بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهه شاومي ميو اي 14، بس دلوقتي الجهاز اتحدث لاندرويد 14 وجايب الواجهه الجديده لشاومي الهايبر او اس، يعني لو جبت الجهاز جديد وطلعته من العلبه هتلاقيه شغال معاك بالواجهه الجديده عادي. وشاومي كانت واعده ب3 سنين من تحديثات الاندرويد و4 سنين من السكيورتي ابديت. اما البوكو اف 6 فهو جهاز جديد نازل باحدث اصدار من الاندرويد 14 مع واجهه شاومي الجديده هايبر او اس اول ما بتطلعه من العلبه على طول. وبرده شاومي كانت واعده ب3 سنين من تحديثات الاندرويد و4 سنين من السكيورتي ابديت، ففي دلوقتي فرق سنه ما بين التحديثات في الجهازين. خلي بالك من النقطه دي لو كانت تهمك. تعالوا بقى دلوقتي اما اكلمكم عن النقطه اللي صدمتني انا، وهي
الكاميرات انا شفت فيها العجب. شاومي في البوكو اف 6 ما حبتش تجود كتير، قالت لك احنا حاطين لك معالج جامد بس خد الكاميرتين دول وشوف هيكونوا عاملين معاك ازاي في جهاز للالعاب. فالبوكو اف 6 جاي بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بفتح عدسه اف 1.6 فيها مثبت بصري مانع اهتزاز او اي اس، والكاميرا الثانيه هي 8 ميجا بكسل الترا وايد، والجهاز بيقدر يصور فيديوهات بجوده 4K على 60 فريم في الثانيه. اما الريدمي نوت 13 برو بلس اول ما نزل كان باين ان شاومي مستهدفه في جزئيه الكاميرا بالتحديد، وده لانها منزله لك عدسه اساسيه بدقه 200 ميجا بكسل، عدسه اف 1.7 فيها برضه مانع الاهتزاز الاو اي اس، والكاميرا الثانيه برضه 8 ميجا بكسل هي في البوكو اف 6 الالترا وايد، عدسه زياده بقى 2 ميجا بكسل بفتح عدسه اف 2.4 ودي المايكرو. واللي منكم عارفني حابب ان انا ما بحبش العدسه الثالثه المايكرو دي، ملهاش تقريبا اي استخدام. ممكن تحط لي عدسه تليفوتو اقدر اخد منها بورتريهات كويسه، عدسه بريسكوب تديني زوم كويس وتطلع لي بورتريهات كويسه جدا، فانا ما بحبش العدسات الزياده اللي ملهاش اي لازمه دي. بس الجهاز بيقدر يصور 4K على 60 فريم في الثانيه. اما بقى الكاميرا السيلفي في الجهازين فهي 16 ميجا بكسل للريدمي نوت 13 برو بلس و20 ميجا بكسل للبوكو اف 6. هل انا بعتمد ارقام يا اسطى؟ هل انت في كل المقارنات اللي فاتت دي اعتمدت معاها على ارقام؟ لا، تعال نحط الكاميرتين قدام بعض ونشوف الصور اللي طالعه منهم عامله ازاي. وملحوظه كده بسيطه خدت بالي منها في الصور اللي بتطلع من الجهاز اللي على الشمال، جوده الصوره اللي بتطلع منه بتكون اعلى ودقتها اوضح. تقريبا الكلام ده بيكون في كل الصور، حتى النويز ما بينها وما بين الجهاز اللي على اليمين بتكون اقل بكتير. بس الاتش دي ار في الجهاز اللي على اليمين ومعالجه الضوء اللاسع بتكون افضل جدا من ما هي موجوده في الجنب التاني. الصوره دي كويسه جدا عشان توضح لك حته الاتش دي ار اللي بتكلم فيها. بص مثلا على الارضيه في الجهاز اللي على الشمال وبص عليها في الجهاز اللي على اليمين، في فرق تقريبا ما بينهم وما بين المعالج. شوف الضوء هنا لاسع ازاي وهنا متعالج كويس ازاي. بس لما بتيجي تبص لبعيد في الصورتين هتقول لا، هتلاقي في نويز موجوده على الجهاز اللي على اليمين. في اضاءات داخليه بقى هتلاقي الصور اللي بتطلع من الجهاز اللي على الشمال مظلمه اكتر والوانها طبيعيه الى حد ما، مش بتكون مقفوره ولا مفتح الصوره شبه الجهاز اللي على اليمين. قولوا لي رايكم في حته معالجه الالوان دي والنويز اللي بتطلع ما بين الصور. يعني صوره المجله دي فيها فرق واضح ما بين دقه المعالجه. ده يقف عليك انت، هل انت بتحب طريقه معالجه الجهاز اللي على الشمال ولا طريقه معالجه الجهاز اللي على اليمين؟ وفي الاخر هنعرف الجهازين دول طبعا هم ايه. شفت حته النويز اللي بقول لك بتطلع من الجهاز اللي على اليمين في الصور دي بتكون عامله ازاي؟ الجهاز اللي على اليمين ده انا حاسه بيزود شاربنس الصوره عشان يحسسك ان الكواليتي بتاعتها اعلى، بينما الجهاز اللي على الشمال هتحس ان التفاصيل فيه باهته بس برضه مفيش نويز في الصوره، كواليتي الصوره بتكون كويسه جدا. الصوره دي بقى كويسه توريك حته الاوفر شاربنس اللي بتكلم عليها. هو اي نعم الصورتين وحشين جدا بس ده يوضح لك فرق المعالجه ما بين الجهازين بيكون عامل ازاي. نفس الملحوظات اللي خدناها من العدسه الاساسيه في الجهازين ينطبق هو على العدسه الالترا وايد. الاتش دي ار بيكون مظبوط اكتر في الجهاز اللي على اليمين بس كواليتي الصوره نفسها بتكون كويسه اكتر في الجهاز اللي على الشمال. مفيش حاجه جديده تقريبا هنقولها، بس هتحس ان الجهاز اللي على الشمال بيخلي لك صوره وورم اكتر، دافيه كده وقلب على اللون البرتقاني. الفرق المهول بقى واللي بقول لكم صدمني طلع في تصوير الفيديو، يعني السكين تون والمعالجه بتاعت الفيديو نفسها باينه ان هي احسن اكتر في الجهاز اللي على اليمين. تعالوا نوصل للنقطه دي وهوب اقوم موقف الفيديو. انت شايف الفرق عامل ازاي؟ شايف كواليتي الفيديو ومعالجه السكين تون والوان البشره والدقه اللي طالعه من كواليتي الفيديو نفسه عامله ازاي؟ في فرق، واللي ملاحظين الفرق ده يكتبوه لي تحت في الكومنت. طبعا كده ما بقتش محتاجه اكمل. الجهاز اللي على الشمال كان هو الريدمي نوت 13 برو بلس، والجهاز اللي على اليمين طبعا كان هو البوكو اف 6. تعالوا بقى نشوف الكاميرا السيلفي وكواليتي الصور اللي بتطلع منها. انا شايف ان الكاميرا السيلفي في الريدمي نوت 13 برو بلس دقتها اعلى وتفاصيلها اوضح، وده غريب برضه لان الكاميرا دي 16 ميجا بكسل، اللي في البوكو اف 6 برو 20 ميجا بكسل، بس كواليتي الصور اللي بتطلع منها احسن. غير كده معالجه الوان البشره في البوكو اف 6 احسن. فانا الصراحه محتار جدا في كواليتي الصور اللي بتطلع من الجهازين. انت مش ثابت على راي معين، يعني جهاز منهم بيديك ميزه وفي ميزه تكون موجوده في جهاز تاني. مش كل مميزات الكاميرا موجوده في جهاز واحد. حتى في تصوير الفيديوهات كواليتي الفيديو اللي بتطلع الجهاز اللي بيديك فيهم اعلى كواليتي هو الريدمي نوت 13 برو بلس، بس اللي بيديك ثبات بصري واتش دي ار كويس هو البوكو اف 6. فانا الصراحه والله احترت جدا. شوف انت بتفضل ايه تاخده من الكاميرات اللي تكون موجوده في جهازك وحط نقطه الكاميرات للجهاز اللي انت محتاجه. وانا ليه حاسك وصلت لهنا ولسه ما عملتش لايك؟ بذمتك كده مش عيب اما ابقى انا تعب نفسي كل ده وانت تكون لسه ما عملتش لايك بسيط مش هياخد منك سنتين ثلاثه؟ ايوه بقى. طب انا دلوقتي قلت ان انا ممكن اخد خامات تصنيع وشاشه احسن في الريدمي نوت 13 برو بلس. المعالج طبعا هيكون للبوكو اف 6، ونقطه الكاميرات دي قلنا ان هي ترجع حسب ذوق الشخص
الشخص نفسه. تعالوا دلوقتي بقى اما اكلمكم عن البطاريتين اللي في الجهازين بيجوا بسعه 5000 ملي امبير. البوكو اف 6 بيجي بقدره شحن 90 واط. سرعه الشحن دي بتخلي الجهاز يشحن من 0 ل 100 في 35 دقيقه. اما اللي في الريدمي نوت 13 برو بلس 120 واط، والجهاز بيشحن من 0 ل 100% في 19 دقيقه بس. فنقطه البطاريه بتروح برضه للريدمي نوت 13 برو بلس. خد بالك النقطه اللي احنا عمالين نديها دي، انا مش شايف ان في فرق كبير ما بين جهاز يخليك تقول جهاز وحش في النقطه دي وجهاز حلو. هو لا، الفرق ما بينهم مش بعيد، بس الاحسن في النقطه اللي هياخدها مثلا كانت شاشه، كاميرات، اداء، الافضل فيهم هو اللي هياخد النقطه. فما عادش فاضل يحكمنا دلوقتي بين الجهازين دول غير جزئيه السعر بالدولار. الريدمي نوت 13 برو بلس تقريبا $350، ممكن تلاقيه ازيد ممكن تلاقيه اقل بس مش بفرق كبير. اما بالدولار للبوكو اف 6 بيبدا من $380 وممكن يوصل لحد $430. فبكده فرق السعر ما بينهم هيكون مش كبير يعتبر. في مصر بقى انت ممكن تلاقي البوكو اف 6 عامل 22,000 جنيه ونص، ده اعلى نسخه، واللي الريدمي نوت 13 برو بلس 21,000 ونص، برضه الاعلى نسخه، وممكن تلاقيها ب 21,000 جنيه. يعني الفرق ما بينهم هيكون من 1000 ل 1000 ونص، ففرق السعر مش كبير نهائي. في السعوديه البوكو اف 6 عامل 1600 ريال، والريدمي نوت 13 برو بلس عامل 1500 ريال، فرق 100 ريال ما بينهم. في الامارات البوكو اف 6 عامل 1400 درهم، والريدمي نوت 13 برو بلس عامل 1240 درهم، برضه الفرق مش كبير ما بينهم. فلو انت الميزانيه حكماك هات الريدمي نوت 13 برو بلس، انت هتعرف تلعب عليه. بس لو انت جيمر وعايز اداء كويس هات البوكو اف 6. اما بالنسبه لنقطه الكاميرات فهي مفيش تفوق جامد جدا ناحيه الريدمي نوت 16 برو بلس. يعني انت برضه هتاخد كاميرات تقضي الغرض في البوكو اف 6. ولو انت اصلا كانت الكاميرات اول اهتماماتك، فانا شايف ان في اجهزه في الفئه السعريه دي بتتفوق على الريدمي نوت 13 برو بلس، وهتلاقيهم ظاهرين لك في اخر الفيديو. احنا عملنا مقارنات ما بين الاجهزه دي كتير جدا، هتلاقيهم ظاهرين لك في اخر الفيديو اللي هناك. فبس كده اكون قارنت لك ما بين الجهازين من ناحيه كل حاجه. لو انت وصلت للنقطه دي في الفيديو عايزك تنزل دلوقتي في الكومنت تعمل لي القلبين الحمر دول، هعرف ان انت من الاشخاص القليلين جدا اللي بيوصلوا لاخر الفيديو. ولو لسه عندك اي سؤال ما بين الجهازين دول او اي سؤال في اي جهاز تاني عموما، او لو عايز مقارنه جديده، انزل برضو اكتب لي في الكومنت. وبس كده اكون انا خلصت. ما تنسانيش من الشير، اللايك، كومنت، سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام يا صديقي.